هي امتحانات تالتة اعدادي. الاسئلة اللي موجودة في الامتحانات بتيجي منين بالظبط؟ هل بتيجي من كتاب التقييمات ولا الكتاب المدرسي ولا بتيجي من الكتب الخارجية ولا بتيجي من امتحانات السنوات السابقة؟ والمفروض تركز على انهي مصدر عشان تعرف الاسئلة بتاع الامتحانات بتيجي منين. وده اللي انا هقول لك عليه دلوقتي. لاي حد في ثالثه اعدادي ضروري جدا يسمع الفيديو ده، ولو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه. بص بقى، باختصار الوزير قال في الحته دي، قال ان الامتحانات بتيجي من كتاب الوزاره وكتاب التقييمات. تمام؟ ده اللي قاله الوزير. قال ايه؟ ان الامتحانات بتيجي من كتاب الوزاره وكتاب التقييمات. ده المفروض واللي بيحصل كل سنه يعني. تمام؟ نماذج امتحانات كتاب الوزاره، تمام، والتقييمات مثلا زي الترم الاول. يعني هو الوزير مثلا الترم الاول طلع قال ركزوا على كتاب التقييمات وكتاب الوزاره، وكذلك الترم الثاني قال الامتحانات بتاع ثالثه اعدادي بتيجي منين؟ من كتاب التقييمات، تمام، وكتاب الوزاره او النماذج اللي موجوده في كتاب الوزاره. تمام؟ ده الكلام زي الفل، وطبعا وناخد بيه. كده خلصنا موضوع كلام الوزير في الحته دي بتاع الامتحانات. طب كلامي انا وكلام الناس وكلام الواقع بيقول ايه؟ ان زي ما حصل الترم الاول مفيش اي اسئله جت من كتاب التقييمات ولا كتاب الوزاره، والامتحانات كلها جت من الكتب الخارجيه. تمام؟ ده حصل الترم الاول وعمل مشكله كبيره يعني. نفس الكلام اتقال، ركزوا يا طلاب على امتحانات كتاب الوزاره والتقييمات. وجت امتحانات الترم الاول ولا جت من كتاب الوزاره ولا جت من كتاب التقييمات، وجت من الكتب الخارجيه. يعني معظم المدرسين والاهالي وكله قال ان الامتحانات جت من الكتب الخارجيه، مفيش اي حاجه جت من كتاب الوزاره ولا كتاب التقييمات. تمام؟ طب احنا نعمل ايه برضو؟ يعني انا كطالب حيران، الوزاره بتقول حاجه وبلاقي حاجه عكسها. يقولوا خلي بالك من التقييمات وكتاب الوزاره، في الاخر ما بيجيش منها الامتحان. طب انا المفروض امشي ورا مين؟ بص، انت لازم تمشي ورا كل المصادر، مش انك تركز على مصدر واحد بس، لا، كل المصادر تهتم بيها. انا قلت لك كلام الوزير، سواء هناخد بيه او مش هناخد بيه او هيعمل بيه فعلا ولا لا، بس احنا مضطرين نعمل كده. تمام؟ يمكن يحصل زي الترم الاول يمكن، بس احنا برضه مضطرين نعمل كده. طب انا نصيحتي في موضوع الامتحانات ده انك ماشي النماذج الموجوده في كتاب الوزاره انا بنزلها، تمام، ماشي اهتم بيها، مفيش اي مشكله، يعني اهتم بيها وحلها عادي يعني. لازم تحل امتحانات كتير وتتعرف على طريقة أسئلة كتير. وكتاب التقييمات أنت كده كده بتحله، المفروض أنت بتحله يعني. تمام؟ ومعك طبعا كتاب خارجي بتذاكر منه وبتحل امتحانات سنوات سابقة. يعني المفروض إنك تهتم بكل الجهات مش جهة واحدة، وخصوصا امتحانات السنوات السابقة، لأن في أسئلة بتتكرر وبنفس الشكل كمان. فحاول تحل امتحانات السنوات السابقة، دي مهمة جدا، دي أهم من أي حاجة. امتحانات سنوات سابقة. احنا حاليا دلوقتي في شهر 5، المفروض كل يوم تحلك على الأقل امتحانين 3، على الأقل امتحانين 3 في كل المحافظات، مش المحافظة بتاعتك بس. يعني انت مثلا من محافظة المنيا حللي مثلا امتحان محافظة المنيا 2024 2023 2022، تحل مثلا 2021 2020، تحل مثلا لحد 2018 كده. يعني حل على قد ما تقدر مثلا، وبرضه تحل امتحانات المحافظات التانية، بني سويف، اسيوط، سوهاج كده. مش انك تحل امتحانات المحافظة بتاعتك بس اللي تركز عليها ولازم تحلها امتحانات المحافظة بتاعتك. هتلاحظ ان في اسئلة متكررة. تمام؟ بعد وانت بتحل امتحانات برضه حل لك نموذج امتحان من الوزارة مثلا، حل لك نموذج امتحان. ما كده كده نماذج امتحانات الوزارة قليلة مش كتيرة، ممكن تلاقيهم 10 12 نموذج. نماذج كتاب التقييمات مش كتيرة برضه، هتلاقيها نماذج قليلة ممكن تخلص اصلا في اسبوع ومش هتزنق نفسك ولا حاجة. يعني تاخد الكل معاك، عشان اكون صريح معاك وواقعي. انا مش هطلع اقول لك ذاكر من كتاب التقييمات وكتاب الوزارة، هم دول اللي هيجي منهم الامتحان وفي الاخر ما بيجيش منهم. تمام؟ فانا بقول لك ركز على كل الجهات. هي كده كده الاسئله واحد، المنهج واحد. زي مثلا انت بتحل امتحان دراسات مثلا من كتاب الوزارات، بص تروح تلاقيه برضه نفس نموذج الامتحان مثلا، هتلاقيه متشابه برضه في كتاب الخارجي، لكن كله هتلاقيه متشابه في بعضه. فانت حل من كل الجهات عشان تكون اتعرفت على كل الاسئله وشكل الاسئله. تلاقي السؤال مثلا يعني ليه كذا طريقه، يعني ليه كذا طريقه غير مباشره، طريقه مباشره، في سؤال ممكن يلف عليك، فانت لازم تعرف كل اللفات دي.
لان في محافظات على الرغم من تكون امتحاناتها سهله لكن اسئلتها غير مباشره، تخليك تلف كده تقعد تفكر في السؤال. تمام. فعشان اقول لك ان في مصدر واحد بس للامتحانات زي ما قال الوزير، حابب اقول لك ما تمشيش ورا الموضوع ده، اهتم بكله. تقييمات، كتاب وزاره، سنوات سابقه اهم حاجه، حل نماذج امتحانات، كل ده لازم تهتم بيه. يعني لو قلنا بالميت حل لك 10 امتحانات سنوات سابقه، بالميت اللي هو انا مش هحل، لو انا خلاص مش هحل، لا حل لك 10 امتحانات سنوات سابقه مثلا، على 10 مثلا نماذج من كتاب الوزاره، على 10 نماذج من كتاب التقييمات، يعني وكم نموذج كده من الكتب الخارجيه، وهتلم الدنيا معاك. بس ضروري انك تحل، متهتمش بجهه واحده، عشان ما تجيش تقول ده انا ذاكرت زي ما قال مش عارف مين او مين، لا اهتم بكل الجهات. كده الفيديو بتاعي خلص. يعني انا بنقول لك نقله مثلا من كلام الوزير، تقييمات، كتاب مدرسي، بقول لك الكلام الواقعي اللي بيحصل. تمام، عشان ما تجيش بعد كده تتصدم وتقول ده محافظات الترم الاول وما جاش منهم الكلام ده. فانت اهتم بكل الجهات. كده الفيديو بتاعي خلص، واي حد محتاج اي حاجه يسالني في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.